بيتزا الطاجين اللي دارت حالة من قوة ما بيننا، مكانش ما ذاقهاش وما طلبش الوصفة، جربوها وما راحش تندموا. تجي بزاف بنينة وخير من تاع الفور. قبل ما نروحوا الوصفة لا تنسوا المتابعة ليصلكم كل جديد. 3 كيسان حليب درجة حرارة الغرفة، حبة بيض كاملة، نصف كأس زيت نباتي، 2 مغارف كبار سكر، مغرفة صغيرة خميرة الخبز، مغرفة صغيرة خميرة الحلويات، مغرفة صغيرة ملح. خلط مليح المزيج ولم بالفرينة حتى تحصلوا على عجينة طرية. أنا دات لي تقريبا كيلو وربع فرينة بهذه المقادير على حسب الفرينة اللي تكون عندكم. خليها تخمر لمدة نصف ساعة. من بعد ما تخمر نقسمها إلى كريات. أنا خرجت تاع كريات بسم الله ما شاء الله. خلوها تخمر لمدة 6 سوايع على الأقل، أنا خليتها ليلة كاملة. أنا اللي ما نبدلهاش خلاص من قوة ما بنينة. قال لي 2 حبات بصل شوية وزدت عليهم صوص طوماط اللي خدمتها أنا في الدار، 2 فصوص ثوم، ورقة رند، ملح، فلفل أسود، ونصف مغرفة كبيرة سكر، ونديرها طيب. بعد ما طيب نميكسيها وتجي بزاف بنينة. هذه الصوص العجينة تاعنا بعد ما خمرت في الثلاجة. شوفوا لي هذوك الخيوط هما اللي يبينوا نجاح عجينة البيتزا. نفتحها بالحلال، تقدروا تحلوها بالفرينة أو سميد اللي يكون رقيق. من الأحسن تحلوها بسميد رقيق تجي بزاف بنينة. ندير الصوص اللي حضرناه والدجاج المتبل كنت قليته، فرماج رابي، ونحطها فوق مقلة أو طاجين اللي يكون سخون. ولهنا نقصوا للنار ونغطوها بابي كويسون بها طيب مليح. وهكذا كانت النتيجة، جات بزاف بنينة خير من تاع الفور. جربوا الوصفة، بارطاجوها مع أحبابكم. نلتقي في وصفات أخرى. باي.